السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناه ونس. اهلا بيكم في حلقه قصص رعب جديده. والنهارده مش اي قصص، النهارده قصص رعب المتابعين، يعني قصص حقيقيه حصلت 100%، وانا بحكيها هنا على لسانهم. وانتوا كمان لو حابين ان قصصكم اعرضها هنا في القناه يا ريت تبعتوا لي على الفيسبوك اي موقف رعب او اي قصه رعب انتوا اتعرضتوا لها. هسيب الفيسبوك في اول تعليق مثبت. كمان ما تنسوش تدخلوا على القناه الثانيه فيها فيديوهات انا متاكده انها هتعجبكم. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضو تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا في اول قصه. صاحب اول قصه معانا بيقول: انا راجل عندي 42 سنه، بس القصه اللي هحكيها دي حصلت من وانا عندي 23 سنه. القصه دي حصلت اول ما اتوظفت، لما كنت موظف في محافظه جنوب سيناء، تحديدا في مدينه طور سيناء، والمنطقه بتاعتي كانت على البحر، وكنا تحديدا في شهر يناير سنه 2007. المهم ان في يوم من ايام الشغل، وانا بقول لكم في شهر يناير يعني كنا في عز السقعه، بس رغم السقعه والبرد كنت انا وزميل ليا شغالين في نفس المستشفى، بنحب ان احنا نطلع نتمشى ونروح البحر، نتمشى بالليل كده على البحر في الروقان. والموضوع ده كنا بنعمله سواء صيف او شتاء، مش بيهمنا حر ولا برد. المهم ان احنا في الليله دي رحنا فعلا ووصلنا لحد الشط وقعدنا على الشط شويه، والمكان ده كان هادي جدا وجميل. عادة المكان ده أصلا بيكون هادي معظم أيام السنة، لأن محدش كان بيروح هناك كتير، لأنه ببساطة لا يصلح للسباحة أصلا، لأن بعد مسافة قصيرة بس من الشاطئ المية بتبقى غويطة جدا، فممكن أي حد ما يبقاش واخد باله ويغرق. المهم يعني إن هو مكان غير أمان للسباحة نهائيا، فمحدش كان بيروح هناك إلا لو حد يعني زينا كده بيحب يتسهر ويقعد شوية على الشط، غير كده محدش بيسبح فيه نهائي. وبالتالي لما رحنا في الشتاء المكان كان فاضي أكتر ما هو فاضي أصلا. فتخيلوا بقى في شتاء برد قارس بالليل بعد نص الليل، الموضوع يعني رعب بجد. المهم قعدت انا وزميلي على الشط، قعدنا نتكلم نضحك نحكي قصص، نحكي حكايات من اللي بتحصل لنا في الشغل. ما كانش في دماغنا اي حاجه، كنا مبسوطين بالقعده مش مرعوبين اطلاقا ولا حاجه. لحد ما فجاه بنبص كده في الميه من بعيد، لقينا في مركب صيد باينه بس مش واضحه قوي، كانها يعني صوره ضبابيه كده على الميه. بس اللي كان واضح اكتر كان صوت المحرك بتاع المركب، كان صوته عالي جدا واحنا سامعينه. المهم بعد كل ده احنا ما حطيناش دماغنا، يعني عادي كملنا كلامنا وهزارنا، حتى ما قطعناش كلامنا واحنا بنتكلم. بس فجأة بنلاقي ان المركب دي وقفت وصوت المحرك هدى عن ما بتكون المركب ماشية يعني. واللي خلانا فعلا نتخض ان احنا لقينا صوت بينادي علينا بأسمائنا جاي من ناحية المركب، بينادي علينا بأسمائنا بجد: يا حسام، يا هيثم. ايه ده مين ده ويعرفنا منين وجاي من البحر من اللا شيء، عارف اسمائنا ازاي يعني؟ طبعا قطعنا كلامنا، بصينا لبعض في ذهول كده وبقينا مش عارفين نتصرف ازاي. المشكله ان اي سيناريو هنقوله عشان يفسر اللي حصل ده مش هيبقى مقبول. اولا المركب بعيده جدا جدا، صعب جدا اللي موجودين على المركب يشوفونا ويعرفوا احنا مين بالظبط، ده فرضا يعني احنا نكون بنعرف صيادين. ثانيا المكان كان ضلمه جدا، يعني انا على بعد 2 متر مش هشوف مين اللي جاي ده، انا يا دوب قاعد جنب زميلي وشايفه بالعافيه. فطبعا كل الكلام اللي كان بيدور في دماغنا وكل السيناريوهات دي احنا بجد احنا الاثنين كنا قاعدين بنفكر فيها، يعني لا ده مش حقيقي اصلا. كون ان الصوت يوصل لنا ده شيء مرعب في حد ذاته، لان المسافه كانت بعيده جدا بيننا وبين المركب ده. فبصيت لزميلي وقلت له: بص يا هيثم، يلا بينا بقى نمشي بسرعه، يلا نروح. زميلي بصراحه ما ترددش، كانه قرا الكلام اللي في دماغي ووافقني بسرعه وقمنا عشان نمشي. وكنا مذعورين جدا خايفين جدا، هو بيقول كده لفظيا. الخوف كان مخلينا متجمدين اكتر من البروده اللي احنا حاسين بيها. ومش بس كده، قال حصل اكتر من كده كمان، قال ان هم قايمين يمشوا الصوت ده كان لسه برضه مستمر انه ينادي عليهم، بينادي عليهم بالترتيب: يا حسام، يا هيثم، وهكذا. فبيقول وانا ماشي في مره من المرات اللي بينادي فيها عليا، رحت واقف كده قلت له: ها يلا اتفضل. فراح جاي قايل اسم خطيبتي، بعدها قال اسم خطيبة صاحبي، الاتنين برضو على التوالي. طبعا احنا بعد الموقف ده خلاص كده مش اترعبنا دي شوية، طلعنا نجري بأقصى ما يمكن، وكنا لسه أصلا خاطبين جديد أنا وهو، يعني حتى محدش حوالينا كتير يعرف أسماء خطيبتي أو خطيبته، فالموضوع بقى مرعب جدا بالنسبه لنا. طبعا فضلنا نجري مده دقيقتين كده لحد ما وصلنا على الطريق. السكن بتاعنا كان بيبعد حوالي نص ساعه عن البحر، واحنا ماشيين على الطريق لقينا تاكسي. التاكسي ده كان من شرم الشيخ، احنا عرفناه من الوانه فوقفناه. هو واضح يعني ان التاكسي ده مش من مدينه الطور، يعني هو ممكن يكون سواق التاكسي ساكن في المدينه ولكنه بياخد التاكسي بتاعه ويروح يشتغل بيه في شرم الشيخ. المهم ان احنا وقفناه قلنا له ارجوك ودينا سكن الاطباء. لما السواق لقينا كده بنجري وخايفين وبننهج، سالنا يعني انتوا مالكوا في ايه؟
فحكينا له كل اللي حصل. الغريبه بقى انه احنا بعد ما حكينا له على اللي حصل لنا ده، الراجل قاعد يضحك، ما اهتمش ابدا لكلامنا. فيعني احنا بطلنا نحكي الموضوع ده لحد، لان اي حد ما كانش هيصدقنا. المهم ان احنا وصلنا بسلام الحمد لله ونمنا ليلتنا دي. واللي كان مخليني اتردد فعلا اني احكي قصتي دي لحد، ان احنا برضو تاني يوم ما اتعلمناش من سواق التاكسي، بس رحنا برضو نحكي لدكتور العظام زميلنا، وبرضو قعد يستهزأ بكلامنا وقعد قال يعني تقولوا اي حاجه، ما صدقناش. ومن بعدها قلت لزميلي ما تحكيش اي حاجه تاني لاي حد، لان فعلا واضح كده ان محدش هيصدق. وانا كنت متردد ان انا احكي القصه دي، بس ما تقلقش انا مصدقاك، لان الحكايات دي بتحصل فعلا، ودي اقل حاجه اصلا ممكن يعملوها كمان، خصوصا ان هم من سكان البحر، وانت بتقول ان البحر ده محدش بيروح فيه ومهجور وكبير وواسع وعميق، فيعني منطقي. بيكمل بعدها وبيقول انا من ساعتها وانا بقيت بخاف اني اروح البحر، خصوصا بالليل، خصوصا في البرد، بعد ما كانت دي من احب الهوايات ليا ومن احب الحاجات اللي بحب اعملها، بس بطلت اعملها. ورجعت بلدي بعد اللي حصل ده بسنتين، وطول السنتين دول ما اعتقدش ان انا رحت في يوم من الايام ناحيه الشط الا مره واحده بس، علشان اروح واتصور قدام الشط ده، بس طبعا بالنهار. انا خفت اروح بالليل تاني علشان تكون ذكرى ليا للموقف اللي حصل لي عند الشط ده. ورغم ان المكان بالليل فعلا بيكون ساحر وهادي وجميل جدا، الا انه فعلا بيكون مرعب جدا جدا. ولحد دلوقتي انا مش قادر انسى الموقف المرعب اللي حصل لي ده. واللي خلاني فعلا احس ان الموقف ده مش طبيعي، ان واحد من الصيادين الموجودين في المدينه قال لي ان مستحيل مركب صيد تعدي من المنطقه دي بالليل وتكون على القرب ده وتسمعوا صوت المحرك بتاعها كمان، او ان حد ينادي وصوته يكون واضح ليكوا قوي كده. وان اي مركب صيد بتكون بعيده عن الشط اصلا بكام كيلو متر، مش بالقرب ده خالص، مش بالقرب اللي يخلي اي حد ينادي جواها انتوا تسمعوا صوته. فمن الواضح كده ان اللي احنا شفناه ده ممكن يكون مش حقيقي، ممكن يكون جن صور لنا الحادث اللي حصل ده وخلينا نسمع اصوات ونشوف حاجات هي اصلا مش موجوده على الحقيقه. ودي كانت نهايه القصه الاولى. شكرا جدا ليك، واتمنى انتوا كمان تعلقوا وتقولوا له ايه رايكم فيها. نروح بعدها على طول على الموقف التاني. صاحبة الموقف التاني بتحكي موقف حصل لأختها وجوزها. بتقول أختي وجوزها وحماها وحماتها راحوا يقضوا كده أسبوع صيف في الساحل الشمالي، بيصيفوا يعني، وحجزوا شاليه هناك. الشاليه ده كان عبارة عن دورين. في يوم من الأيام اللي مقضينها هناك، أختي طلعت الدور التاني علشان تنام فوق، وجوزها كان قاعد تحت. بس جوزها فجأة بيلاقي أخته بصوت عالي بتأذن فجأة الله أكبر الله أكبر، بصوت خايف، بصوت مرتعش. استغرب، راح يشوف مالها. قالت له أنا هنا طلعت على السرير كنت بحاول أنام، بشد الغطا عليا لقيت حاجة بتسحب الغطا من عليا. أنا خفت، فكرتها بنتنا الصغيرة، ولكن لما بصيت لقيت خيال أو ظل كده عامل كأنه هالة سودة قدامي، كأن في خيال حد واقف ومتغطي بملاية سودة. طبعا انا اتخضيت جدا، واول حاجه جت في بالي اني اذن، واول ما اذنت فعلا الخيال ده راح. المشكله ان في الثواني اللي ظهر لي فيها كان باين انه بيبص لي بشر، كان باين انه عايز يأذيني، يقرب مني يأذيني، وكان بيحاول يشد الغطا من عليا وانا ماسكه فيه من خوفي. واول ما اذنت الخيال اختفى. كمل كلامها وبتقول ان كان كل يوم بيحصل معاهم في الشاليه ده موقف يخليهم يترعبوا، سواء هي او جوزها، ولكن حماهم ما كانش مصدق ابدا ان الشاليه ده ممكن يكون مسكون، كان مفكر ان كلامهم ده خيالات وهبل، لحد ما هو كمان حصل له موقف مرعب جدا. في يوم خرجوا 3 منهم راحوا يسهروا بره، وفضل الحما لوحده في الشاليه، يعني الزوج والزوجه والحما خرجوا، والراجل اللي هو حما اختها فضل موجود في الشاليه. دخل الحمام كده وهو قاعد لوحده، دخل الحمام لحد ما طلع فجأة من الحمام بدون ما يعتب حتى الحمام، طلع يجري بره، وطلع بره السكن خالص، واتصل بيهم انتوا فين تعالوا لي بسرعه. اول ما جولوا قال لهم انا مصدقكم، انا بصراحه اول ما جيت ادخل الحمام سمعت اصوات ناس بتتكلم وتضحك جوه الحمام، وطبعا مش محتاج دليل لانه انا متاكد ان انا كنت لوحدي. الاصوات دي ايه وجت منين الله اعلم. ما تستهتروش بعد كده باي حاجه رعب بتحصل لغيركم علشان ما تحصل لكمش انتوا كمان. ده كان الموقف التاني. الموقف التالت هحكيه وخلي بالكم كويس. الموقف اللي جاي ده بتحكيه ممرضه شغاله في مستشفى. بتقول احنا في الوقت ده كنا في العيد ومفيش عيانين، وكنا شغالين في الطوارئ، وكنت واقفه في العنبر لوحدي معيش اي حد من العمال، لحد ما لقيت قطه كده سودا واقفه وعماله تبص لي. مش بس كده، كانت عماله تلف حواليا وتحوم حواليا، لقيت شويه زباله كده فضلت ترمي فيهم، فبصراحه زهقت منها وبدات اهشها، وهشتها فعلا بعيد عني. كان في باب كده بيني وبينها. بعد كده لقيت فجاه طفله ظهرت من اللاشيء
وعماله تنادي عليا بتقول يا ماما يا ماما وعماله تعيط. انا في الاول افتكرتها طفله صغيره جايه العنبر وتايهه، قعدت قلت لها حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش، فين مامتك انا هوديكي. المصيبه ان انا ما كنتش شايفه الطفله، بس فجاه عرفت ان الصوت ده جاي من ناحيه القطه. طبعا انا كنت قافله الباب بيني وبين القطه خلاص، ولكن برضو حسيت ان القطه لسه واقفه بره وان الصوت ده فعلا جاي من عندها. لحد ما الباب خبط لقيت صاحبتي داخله من الباب، فانا بصيت على القطه لقيت القطه واقفه على رجلين، بس رجليها كانها رجل بشريه. بعدها القطه عينيها كان كلها بتطق شرار، كانت بتبص لي بشر جدا. فجاه لقيت صاحبتي بتقول خلاص ولا تاذينا ولا تاذيكي، امشي بعيد. هي ما كانتش تعرف، وفعلا القطه مشت. من وقتها وانا ما حكيتش لاي حد، خفت جدا. انا اصلا خايفه وانا بحكي الموقف. بعد العيد زميلتي تعبت فجاه ونامت في نفس الاوضه اللي القطه كانت فيها، ولقيت طفل كده نايم على السرير وراها في ظهرها. فصاحبتي وهي نايمه تعبانه كده قالت له يا حبيبي طب بس قوم من هنا، انا لو اتقلبت عليك انا ممكن يعني اخنقك او اموتك، قوم من هنا. بس لما صحت من النوم ما لقيتش اي حد جنبها، وخرجت مفزوعه مرعوبه بتصوت. الموقف اللي بعد كده برضو من داخل المستشفى، بيقول كانت الساعه 12 بالليل، كنا شغالين نايت شيفت وكنا شغالين في الاستقبال في الطوارئ. لقينا واحد طالع من غرفه الجراحه متخيط كده، معمول له خياطه، والخياطه دي متجمده مربوطه على ايديه كويس جدا. المشكله مش في كده، المشكله ان حرفيا ما كانش في اي دكاتره موجودين ولا جوه غرفه الخياطه او الجراحه ولا في اي حته تانية. احنا كنا حرفيا قاعدين لوحدنا. المرعب اكتر ان هو خرج من الاوضه واحنا اصلا ما شفناش بجد اي حد بيدخل الاوضه اساسا. الاوضه كانت مقفوله، دولاب اللي هو الغيار والكلام ده كله كان مقفول ومفيش حد معاه المفتاح غيرنا. فالضماده دي طلعت منين؟ الخياطه، ادوات الخياطه دي جت ازاي؟ فضلنا مراقبينه كده انا وهي ساكتين وعمالين نبص. طبعا كل اللي انا قلته لكم ده بيدور في دماغنا. فضل ماشي قدامنا كده، فضلنا متابعينه لمده حوالي 10 امتار كده قدامنا، وبعد كده حرفيا اختفى فص ملح وداب. طبعا انا وصاحبتي كده بصينا لبعض في ذهول مرعوبين، محدش فينا كلم التاني. لقينا احنا الاتنين نفسنا بنتجه كده ناحيه البوابه الرئيسيه والبوابه الوحيده للمستشفى. سالنا فرد الامن اللي عليها في حد خرج قدامك دلوقتي كان لافف ايده كده ومخيطها؟ قال لنا يا جماعه ما فيش اي حد لا دخل ولا خرج من هنا من حوالي ساعتين. احنا كنا الساعه دلوقتي 2 بالليل، ودي كانت من ارعب المواقف اللي حصلت علينا او عدت علينا في المستشفى. من بعدها بطلت اخد نايت شيفت خالص. الموقف اللي بعد كده اللي بنت بتحكي بتقول كنت قاعده انا ووالدتي بالليل حوالي الساعه 2 بالليل، كنا بنتكلم انا وهي، ففجاه جت سيره والدي الله يرحمه لسه ميت من كام شهر. فافتكرناه وافتكرنا المواقف اللي عدت علينا معاه، وفضلت ابكي. بس علشان ما ضايقش ماما يعني وما خلاش تبكي معايا، قررت ان انا انسحب من القعده ودخلت الحمام اعيط فيه، وقلت لها ان انا هتوضى كده واصلي قيام ليل. وتوضيت فعلا وفضلت اغسل في وشي عشان ما يبانش عليا اثر العياط. فبعد ما اتوضيت وخلصت فعلا وغسلت وشي، بصيت كده في المرايه عشان يعني اتاكد ان شكلي مش باين عليه اثار عياط ولا حاجه، علشان ماما ما تحسش باي حاجه. بس اول ما بصيت في المرايه لقيت ان خيالي في المرايه مش بيتحرك. خيالي في المرايه انا شكلي مليون في المية، انا بنفس لبسي بنفس هيئتي بنفس كل حاجه، ولكن اللي كان في المرايه كان بتبص في الارض وكانها حزينه زعلانه متضايقه. اول ما خدت بالي فعلا ان مش انا دي اللي في المرايه، انا بتحرك، اللي في المرايه مش بتتحرك، رحت اتخضيت رجعت لورا. المشكله اني حسيت ان اللي في المرايه هي كمان اتخضت وحست ان مش انا، وبدات بعد كده تقلد تعابيري وتقلد انعكاسي. المشكله ان النظرات اللي كانت قدامي في المرايه كانت بتبص لي بشكل حاد، كانت بتبرق لي كانها مخضوضه خايفه. لما عملت سيرش في الموضوع اتضح ان ممكن يكون ده قريني، وانها فعلا كانت زعلانه او القرين ده زعلان ان انا زعلانه وحزينه على وفاه والدي. ما عنديش اي فكره ان كان دي حاجه ممكن تحصل فعلا ولا لا. لو انتوا عندكم اي معلومات عن القرين او اي معلومات ان القصه دي فعلا يعني حصلت لحد قبل كده، القصه دي حقيقيه هي حكتها بجد كده، ولكن يعني انا ما اعرفش القرين فعلا ممكن يعمل كده ولا لا. ممكن القرين فعلا يزعل على زعل الشخص نفسه، لان اللي اعرفه ان القرين ده شيطان الشخص وان هو اللي بيفضل يوسوس له، ممكن يعني يخليه يعمل حاجات غلط. انا ما اعرفش حاجه اكتر من كده عن القرين، فاللي عنده معلومات عن القرين يا ريت يكتبها لنا. صاحب القصه اللي بعد كده بيقول كنت لسه صاحي من النوم، لقيت ماما واقفالي على باب الاوضه بتبص لي بشر وكانها فعلا متضايقه مني غضبانه مني عايزه تقوم تضربني. وبعد كده دخلت خطوتين للاوضه، اخذت من جنبي الموبايل وطلعت من الاوضه فورا. بعد كده لقيتها دخلت الاوضه قربت من جنب مني واخدت الموبايل من جنبي وطلعت من الاوضه تاني. كل ده وانا قاعد متكتف مش قادره اتحرك من مكاني، لحد ما دخلت تاني وحطت الموبايل جنبي ومشت وسابتني. وقتها بس قدرت اتحرك على طول، طلعت من اوضتي ورحت لاوضه والدتي، وللفجاه لقيتها نايمه في سابع نومه. لقيت نفسي بصحيها فزع بقول لها ماما انت كنتي عندي في الاوضه؟ لقيتها قايمه كده وبتدعك في عينيا، قالت لي لا يا ابني انا نايمه من ساعتها، انت اللي لسه مصحيني دلوقتي.
القصه اللي بعد كده يعني ليها علاقه كده بالهدوم والهدوم اللي بتبات في الحمام وكلام من ده. يعني طول عمرنا نسمع انه ما تبيتش هدوم في الحمام، بلاش تسيب هدوم في الحمام عشان يعني الجن بيلبسها بيمسكها حاجه زي كده، وبيقول انه لو في هدوم باتت في الحمام لازم تغسلها وبعد كده تنشرها في الشمس وتسيبها في الشمس وقت طويل وهكذا. فالقصه اللي جايه دي ليها علاقه بالكلام ده. في واحده بتقول انا كنت فاتحه محل ملابس، ففي تاجر جاب لي شوال ملابس مستعمله، طلعت الشوال وبدات افرزه واشوف لو كان في حاجه تنفعني يعني وابيعها في المحل عندي. اخدت منه الهدوم اشتريتها وتمام وحطيتها في المحل، وبعد كده قفلت المحل وروحت. بس بعد ما روحت لقيت كذا اتصال من العمال اللي شغالين معايا، قالوا لي انت ليه سايبه المحل النور فيه مفتوح والمروحه اللي هو شغاله؟ بعد كام يوم كده افتكرت الهدوم اللي جابها التاجر دي، وبدات اقول لجوزي لا ده اكيد ليها علاقه، اللي حصل ده ليه علاقه، لان ده شيء غير مبرر. انا متاكده انا قفلت كل حاجه ومشيت، وقفلت الانوار وقفلت المراوح، قفلت كل حاجه ومشيت، فاللي فتح ده ازاي وفتحه ازاي من غير ما يفتح اصلا الباب الرئيسي الله اعلم. بس انا شكيت في الهدوم اللي جابها التاجر دي لانها هدوم مستعمله، خصوصا ان هو جابها لي على طول. انا عاده الهدوم المستعمله اللي بشتريها بتبقى مغسوله ومكويه ومنشوره، يعني خلاص اثار اللي كانوا موجودين لابسينها ما بقتش موجوده فيها، ولكن دي واضح ان انا كنت حاسه فيها ان هي لا، دي الهدوم دي مش متنظفه كويس، الهدوم دي لسه موجود فيها اثار اللي لبسوها قبل كده. والاغرب ان فعلا بعد ما تخلصت من الشروه اللي اشتريتها من التاجر دي فعلا كل حاجه بقت بتحصل في المحل غريبه امتنعت تماما وتوقفت. الموقف اللي بعد كده واحده فيه بتحكي بتقول ان حصل لاخوها، يعني بتقول ان اخوها كان جاي في مره بدله مستعمله شاريها، مفترض ان هي متنظفه ومكويه وكل حاجه، جاب البدله دي حطها في اوضه والدته كانت قايمه من النوم عادي داخله الحمام، فالاوضه كانت ضلمه تماما، فلقت ان في هيكل لحد قدامها بيتحرك جوه الاوضه. والدته طبعا اول ما حست بكده قامت مرعوبه، وصلت لحد كوبس النور، فتحت النور، واول ما شغلت النور لقت ان في فعلا حد كان في الاوضه نط جوه البدله اللي متعلقه دي واختفى. والدته فضلت صاحيه لحد الصبح، لحد ما ابنها صحى قالت له يانا البدله دي في البيت، البدله دي تتخلص منها تماما وما تلبسهاش وما يشوفش وشك تاني لابسها في البيت هنا، اوعى تمسها. وبس لحد هنا تكون خلصت قصصنا والمواقف المرعبه بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المواقف متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، متنسوش برضو تستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. متنسوش برضو لو عندكم اي مواقف او قصص رعب حابين ان انتوا تحكوها او تكتبوها يا ريت تبعتوها لي على الفيسبوك. ولو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا من قلبي ليكم. استنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.